السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهو ده الحلو اللي هيجمع هرمون السعادة مع نعومة الكريم كراميل. حاجة كده تدوب في جمالها وتموت فيها وما تبطلش اكل منها. حاجة كده تخلي هرمون السعادة عندك يضرب في السماء. وطريقتها سهلة وجميلة. تعالوا بقى نشوف هنعملها ازاي. معانا 3 كوبايات لبن نحطهم على النار ونحط عليهم ظرفين كريم كراميل. هو له طريقة تانية بيتعمل بالبيض واللبن، هبقى اعملها لكم تاني. ونقلب لحد لما يغلي معانا. نجيب القالب بتاعنا اللي احنا هنشتغل فيه وهنبدأ نحط فيه الكراميل اللي بيجي مع الكريم كراميل في الباكتس بتاعته. هنفضيهم بالشكل ده في قلب الباكت بشكل عشوائي، ما تقلقيش، في قلب الصينيه. وبعد كده هنحط عليهم خليط الكريم كراميل. هنعمل بقى الكيك بتاعنا اللي هو عباره عن كوبايه سكر وبيضتين ونص كوبايه زيت ونص كوبايه لبن وباكو بيكنج باودر وشويه فانيليا سايله وكوبايه من الحليب، كوبايه ونص من الدقيق قصدي، ومعلقتين كاكاو. هضرب البيض الاول وهبدأ انزل عليه بالسكر على 3 دفعات والمضرب شغال زي ما هو. لما اخلص اخر دفعة من السكر هضرب شوية بالمضرب لحد لما الخليط بتاعي هيبدأ يفتح شوية ولونه يفتح. مش مشكلة السكر يدوب عادي، هكمل. هحط الزيت بتاعي بعد كده بشكل ناعم كده، مش هحطه كله مرة واحدة. وبعد كده هحط اللبن وهطفي المضرب وهحط بقى الدقيق والكاكاو بتاعي انا نخلاهم ومجهزاهم وظرف البيكنج باودر بتاعي هنخله عليهم. وبعد كده هحط عليه معلقه من الخل. معلقه الخل لما بتتحط على البيكنج باودر بتعمل فوران كده وبتدي هشاشه في الكيك حلوه قوي. الافضل تستخدمي كاكاو خام اسباني. عايزه اقولك ان هو بيخليكي تحسي ان انتي بتاكلي فادج كيك، حاجه كده غني بالشوكولاته، حلو جدا. يا ريت تجيبيه من حد ثقه وتقولي له عايزاه كاكاو خام اسباني. في انواع تانية بس مش بتديكي نفس النتيجة. عايزين قوام الكيك بالشكل اللي انت شايفاه ده. لو ما عندكيش مضرب اعملي الكيك في الخلاط، مفيش اي مشكلة، وبعدين فضيه على خليط الكريم كراميل. هتحسي ان هو تدخل في بعضه وبقى شكله غريب، ما تقلقيش. بكون مجهزة الكتل بتاعي في مية بتغلي ومجهزة صينية اكبر من الصينية اللي انا مستخدماها دي. هحط المية اللي بتغلي حواليها في الصينية الاكبر وانا مولعة الفرن بتاعي ومجهزاه على درجة حرارة 180. دخلت الفرن، اخدت معايا في الفرن حوالي 50 دقيقة واختبرتها بخلة الأسنان إن الكيك استوى. لما الكيك استوى طلعته وحطيته في التلاجة. لما طلعته من التلاجة حطيته في حمام ميه سخنة على النار زي ما انتي شفتي كده، وبدأت ان انا اقلبه في الصينية بتاعتي. بعمل حمام الميه السخنة ده عشان اسيح الكراميل اللي في الأرضية ما يبقاش لازق معايا. وطلعت معايا بالشكل الرائع اللي انتي شايفاه ده. بصي بقى قد ايه الكريم كراميل ناعم والكيك هش. ما تنسيش تعملي لايك وشير للوصفة لو